الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا نواصل دائما في الوحدة الثالثة الدرس الأول. إذا الوحدة الثالثة الظواهر الكهربائية، الدرس الأول دراسة ثنائي القطب RC. بعدما قمنا بتذكير أبناءنا التلاميذ بالمفاهيم الأساسية الآتية: أولا تطرقنا إلى أنواع المولدات، ثانيا تطرقنا إلى التيار، شدة التيار، جهاز قياس شدة التيار، وتطرقنا كذلك إلى مفهوم التوتر الكهربائي وجهاز قياس التوتر الكهربائي وكل ما يتعلق بالرموز في هذين المقدارين. الآن نبدأ بدراسة المكثفة، وهي العنصر الأساسي في ثنائي القطب RC. ألف، تعريف المكثفة. ما هي المكثفة؟ إذن المكثفة عبارة عن ثنائي قطب تتكون من لبوسين أو من صفيحتين ناقليتين متقابلتين، يسمي كل منهما لبوس ويفصل بينهما عازل كهربائي. إذن هذا تعريف المكثفة. وفي الدارات الإلكترونية إذا نلاحظ هذه الأنواع من المكثفات، ونحن نركز على هذا النوع وتسمى بالمكثفات المسطحة أو المستوية. إذا هذه أنواع من المكثفات نلاحظها في الدارات الإلكترونية. يرمز للمكثفة في الدارة الكهربائية إذا بالرمز خطين متوازيين وبنفس الطول. إذا نرمز للمكثفة في الدارة الكهربائية بخطين متوازيين وبنفس الطول. إذا هذا بالنسبة لتعريف المكثفة. الآن نقوم بدراسة شحنة لابوسي مكثفة وشحنة مكثفة. إذا ما معنى شحنة لابوسي مكثفة وشحنة مكثفة؟ لفهم هذه المفاهيم ونركز كذلك على تسمية المكثفة. لماذا سمي هذا العنصر الكهربائي بالمكثفة؟ ولماذا سمي المقدار الذي يميزها بالسعة؟ سوف نقوم بملاحظة أو الدارة الكهربائية الآتية. إذا لدينا مولد وقمنا بمراجعة لرمز المولدات. إذا هذا رمز لمولد توتر ثابت. إذا القطب الموجب والسالب، لدينا ناقل أومي ولدينا مكثفة، ورمز المكثفة قلنا بهذا الشكل. إذا هذا المقاومة أو الناقل الأومي يميزه المقدار R، والمكثفة يميزه المقدار C، والمولد يميزه القوة المحركة الكهربائية. كما تطرقنا في مفهوم التيار، لو نلاحظ حركة حاملة الشحنة في الدارة. إذا حركة حاملة الشحنة تكون من اللبوس السالب أو القفل من القطب السالب إلى القطب الموجب. إذا حركة الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب. أما الجهة الاصطلاحية للتيار فتكون من القطب الموجب للمولد نحو القطب السالب. أثناء أو عند توصيل مكثفة فارغة بمولد نسمي هذه العملية بشحن المكثفة، أو نسمي هذه العملية بشحن المكثفة. إذا ماذا يحدث للمكثفة عندما نقوم بتوصيلها بالمولد؟ وما هو دور العازل الكهربائي الذي يكون بين لبوسي المكثفة؟ لو نقوم بتكبير المكثفة ونسمي مثلا، نعطي تسمية. إذا هذا اللبوس نرمز له بالرمز A، وهذا اللبوس نرمز له بالرمز B، ونقوم بتكبير للمكثفة.
إذن ها هي المكثفة، اللبوس الأول واللبوس الثاني، ويفصل بينهما عازل كهربائي. اللبوس أ إذا يتصل في الدارة بالقطب الموجب، واللبوس ب يتصل بالدارة بالقطب السالب. إذا هذا اللبوس ب. وكما قلنا أن حركة الإلكترونات التي يقوم المولد بتنظيمها إذا تكون من القطب السالب للمولد نحو القطب الموجب. إذا لو نتابع حركة الإلكترونات في هذه النمذجة، إذا هذه حركة الإلكترونات تكون بهذا الشكل، وفي الطرف الثاني تكون بهذا الشكل. إذا حركة الإلكترونات إذا من اللبوس السالب نحو اللبوس الموجب، عفوا من القطب السالب للمولد نحو القطب الموجب. ماذا يحدث الآن في مستوى اللبوس أ، وماذا يحدث في اللبوس ب؟ كما قلنا في تعريف المكثفة أنها تتكون من صفيحتين ناقليتين، أي أن هذه الصفيحة غنية بالإلكترونات الحرة، كما أن هذه الصفيحة أو اللبوس غني بالإلكترونات الحرة. وكلما يغادر إلكترون حر اللبوس أ يخلف وراءه أو يترك وراءه شحنة موجبة. إذا كلما يغادر إلكترون اللبوس أ يترك وراءه شحنة موجبة. وباستمرار انتقال الإلكترونات الحرة وهو التيار الكهربائي يبدأ تتكثف شحنة موجبة في اللبوس أ، أو تتراكم أو تتجمع. وعلى هذا الأساس سمي هذا العنصر بالمكثفة، أي أنه عندما نصل هذا العنصر بمولد فإن في اللبوس أ تتكثف أو تتجمع شحنة تكون إشارتها موجبة. بالمقابل في اللبوس الثاني كلما حسب حركة الإلكترونات كلما يدخل إلكترون نحو اللبوس ب والذي يكون في البداية متعادل كهربائيا سوف يخلف شحنة سالبة، يزيد أو كلما يدخل إلكترون تزداد الشحنة السالبة، يدخل إلكترون تزداد الشحنة السالبة، وبالتالي سوف تتجمع أو تتكثف أو تتراكم شحنات سالبة في اللبوس ب. والفضل لهذا التكاثف أو التجمع أو التراكم يكون للعازل الكهربائي بين اللبوسين، لأنه لو لم يوجد العازل بين اللبوسين لكان هذا يسمى ناقل ولا يسمى مكثفة. أي لو نصل بين اللبوسين فيعتبر هذا ناقل، أي الإلكترونات تستمر في الانتقال ولا يحدث تجمع أو تكثف للشحنات. لهذا العازل الكهربائي يمنع انتقال الإلكترونات من اللبوس أ نحو اللبوس ب نحو اللبوس أ. ولهذا قلنا هذا العنصر الكهربائي سمي بالمكثفة. الميزة الأخرى التي تتميز بها شحنتي اللبوسي المكثفة، بما أن التيار في الدارة هو انتقال جماعي منظم لحاملات الشحنة، إذا الشحنة التي تتكثف في اللبوس أ نرمز لها بالرمز QA، والشحنة التي تتكثف في اللبوس ب نرمز لها بالرمز QB. لكن الشحنة في اللبوس أ تكون موجبة، وفي الشحنة في اللبوس ب تكون سالبة. والعلاقة بين الشحنتين إذا شحنة اللبوس أ هي نفسها شحنة اللبوس ب لكن بإشارة نقص. لماذا؟ لأنه إذا مثلا قلنا أن اللبوس أ كثف شحنة مثلا زائد 4 كولوم، فإن اللبوس ب في نفس الوقت سوف يكثف شحنة ناقص 4 كولوم، أي بنفس القيمة وبإشارتين مختلفتين. إذا لكي نربط بين شحنتي اللبوسين، إذا شحنة اللبوس أ وهو الموجب تساوي شحنة اللبوس ب وهو السالب لكن بإشارة سالبة. والاصطلاح شحنة المكثفة، إذا نقول قمنا بشحن المكثفة بشحنة Q، وهذه الشحنة يصطلح على أنها هي شحنة اللبوس الموجب. إذا شحنة المكثفة نقول أنها شحنت بشحنة هي نفسها شحنة اللبوس الموجب. إذا هذا ما معنى شحنة لبوسي مكثفة وشحنة مكثفة. إذا نلخص هذه العلاقات بالشكل الآتي. إذا عند شحن مكثفة تكون شحنة اللبوس أ كما في المثال تكون تساوي ناقص شحنة اللبوس ب،
وشحنة المكثفة، إذا Q هي شحنة المكثفة، وشحنة المكثفة في الاصطلاح هي نفسها شحنة اللبوس الموجب QA. إذا إما نرمز لها ب Q أو نرمز لها بالرمز QA، QA هو شحنة اللبوس الموجب. الآن المقدار الذي يميز المكثفة قلنا يسمى بالسعة. ما معنى السعة؟ إذا مدى اتساع المكثفة لتكثيف الشحنات، ونميز المكثفات عن بعضها البعض بهذا المقدار وهو السعة، أي مدى اتساعها لتكثيف الشحنات. والسعة نرمز لها بالرمز C، وقلنا الرمز C يعني capacity، والسعة أعطيت لها وحدة باسم العالم فراد. إذا وحدة السعة هي الفراد، نرمز لهذه الوحدة بالرمز F. والفراد كوحدة للسعة إذا وحدة كبيرة، لهذا نستعمل عموما أو في أغلب الحالات أجزاء الفراد. أجزاء الفراد وهي الملي فراد، الميكرو فراد، النانو فراد، والبيكو فراد. والملي فراد يساوي إذا 1 ملي فراد يساوي 10 أس ناقص 3 فراد. 1 ميكرو فراد يساوي 10 أس ناقص 6 فراد. 1 نانو فراد يساوي 10 أس ناقص 9 فراد. 1 بيكو فراد يساوي 10 أس ناقص 12 فراد. إذا عادة أو في أغلب الحالات لا نستعمل الفراد ولكن نستعمل أجزاء الفراد. بعد معرفة شحنة لبوسي المكثفة وشحنة المكثفة، ندرس الآن علاقة مهمة جدا. إذا جيم، العلاقة بين شدة التيار الكهربائي وشحنة المكثفة. إذا ما العلاقة بين شدة التيار الكهربائي وشحنة المكثفة؟ ولمعرفة العلاقة نلاحظ الدارتين الكهربائيتين الآتيتين. إذا لدينا مكثفة ناقل أومي، جهاز أمبيرمتر، وقلنا يربط على التسلسل لقياس شدة التيار، ولدينا مولد، وهذا رمز لمولد تيار ثابت. نفس ثنائي القطب RC. إذا المكثفة، الناقل الأومي، جهاز قياس الأمبيرمتر، مولد توتر ثابت. إذا موجب سالب والقوة المحركة الكهربائية للمولد. وشدة التيار تكون أو جهة التيار من القطب الموجب إلى القطب السالب. إذا لو نلاحظ الدارتين، السؤال الآن ما العلاقة بين شدة التيار E وشحنة المكثفة Q؟ الفرق بين الدارتين أنه عند شحن المكثفة بهذا المولد تكون شدة التيار في الدارة ثابتة، وعند شحن المكثفة بهذا المولد، وهذا المولد سميناه مولد توتر ثابت، إذا عندما نشحن المكثفة بهذا المولد تكون شدة التيار متغيرة. السؤال ما العلاقة بين E عندما تكون ثابتة مع شحنة المكثفة، والعلاقة بين شدة التيار E عندما تكون متغيرة مع شحنة المكثفة؟ نبدأ بالدارة الأولى ونأخذ هذه النمذجة البسيطة. مثلا في اللحظة تساوي 1 ثانية نقوم بقراءة جهاز الأمبيرمتر فنقرأ القيمة E تساوي مثلا 4 أمبير كمثال. ما معنى 4 أمبير؟ يعني أن جهاز الأمبيرمتر يقول أنه مرة، أو أن 4 أمبير تعني 4 كولوم مرة في الثانية الواحدة، أي أن المكثفة سوف تتكثف فيها شحنة قدرها 4 كولوم، لأنه قلنا باللي التيار في الدارة هو انتقال جماعي منظم لحاملة الشحنة. إذا عندما يمر هنا 4 كولوم في الثانية سوف تتكثف المكثفة 4 كولوم. في اللحظة تساوي 2 ثانية نلاحظ جهاز الأمبيرمتر ونجد شدة التيار تساوي 4 أمبير.
أي أن جهاز الأمبيرمتر يقول أنه 4 كولوم مرة في الثانية، وتكون شحنة المكثفة 8 كولوم. في الثانية الأولى كثفت 4 كولوم، في الثانية كثفت 8، إذا 4 مع 4 تولي 8 كولوم. مثلا في الثانية الثالثة نلاحظ جهاز الأمبيرمتر ونجد نفس الشدة لأنه مولد تيار ثابت 4 أمبير، أي أنه يقول باللي أو أن 4 كولوم مرة في الثانية، وبالتالي سوف تتكثف في المكثفة شحنة 4 إضافة ل 8 تصبح 12 كولوم. وهكذا نلاحظ بأن المكثفة شحنتها تتزايد بمرور الزمن. إذا لاحظنا الآن الدارة الثانية وهي شحن المكثفة بهذا المولد، وتكون شدة التيار متغيرة. مثلا في اللحظة تساوي 1 ثانية نلاحظ الأمبيرمتر ونجد شدة التيار 4 أمبير، أي أن شحنة المكثفة سوف أو تتكثف فيها شحنة قدرها 4 كولوم. في الثانية الثانية نلاحظ الأمبيرمتر فنلاحظ أن شدة التيار تتغير بالنقصان، إذا من 4 أمبير نزلت شدة التيار إلى 3 أمبير. ماذا يقول جهاز الأمبيرمتر في الثانية الثانية؟ أي مرة 3 كولوم في الثانية، أي سوف يتكثف في المكثفة 3 كولوم، بالإضافة إلى 4 كولوم تصبح الشحنة 7 كولوم. في الثانية الثالثة نلاحظ جهاز الأمبيرمتر نجد أن شدة التيار تتغير بالنقصان، إذا 2 أمبير. إذا يقول جهاز الأمبيرمتر مرة في الثانية 2 كولوم، إضافة للسبعة سوف تصبح شحنة المكثفة 9 كولوم. وهكذا مثلا في الثانية الرابعة نلاحظ شدة التيار في الأمبيرمتر نجد مثلا 1 أمبير، إذا شدة التيار تتغير بالنقصان، أي أنه مرة في الثانية 1 كولوم، بالإضافة إلى 9 كولوم تصبح الشحنة 10 كولوم. ونلاحظ في هذه الحالة كذلك أن شحنة المكثفة تزداد بمرور الزمن. لكن كيف تتغير الشحنة في الحالتين؟ ما هو الفرق في الحالتين؟ عندما تكون شدة التيار ثابتة نلاحظ أن دلتا كي قيمته ثابتة، إذا 8 ناقص 4 إذا التغير يكون 4، 12 ناقص 8 التغير 4، وهكذا نلاحظ أن الشحنة تزداد بمقدار ثابت. أما في الحالة الثانية عندما تكون شدة التيار متغيرة نلاحظ أن الشحنة تزداد لكن مقدار الزيادة متغير. إذا في هذه الحالة دلتا كي ثابت. أما في الحالة عند شحن المكثفة بهذا المولد ويكون شدة التيار متغيرة، إذا دلتا كي يكون متغير. والدليل من هذه القيمة إلى هذه القيمة مقدار الزيادة 3 كولوم، من هذه القيمة دلتا كي 2 كولوم، من هذه القيمة لهذه القيمة دلتا كي 1 كولوم. إذا نلاحظ أن دلتا كي متغير، أما في هذه الحالة دلتا كي ثابت. الآن لإيجاد علاقة بين شحنة المكثفة وشدة التيار الكهربائي، إذا عندما تكون شدة التيار ثابتة في الدارة نلاحظ أن الزمن t 1 مضروب في شدة التيار 4 نجد أن الشحنة 4، الزمن 2 في شدة التيار 4 نلاحظ أن الشحنة 8، الزمن 3 ثانية في شدة التيار 4 نلاحظ أن الشحنة 12. إذا نستنتج العلاقة أن Q تساوي E في T، أو نقول أن E تساوي Q على T. إذا عندما تكون شدة التيار ثابتة في الدارة التي تكون بها مكثفة، إذا تكون العلاقة Q تساوي E في T أو E تساوي Q على T. أما في الحالة الثانية أين تكون شدة التيار متغيرة، فالقانون هذا لا يصلح في الحالة الثانية. والدليل إذا 1 في 4 تساوي 4، لكن 2 في 3 تساوي 6، والشحنة هنا تكون 7 كولوم. 3 في 2 6، والشحنة هنا 9 كولوم. وهذا لأن دلتا كي إذا مقدار التغير أو مقدار الزيادة لا يكون ثابت لكن يكون متغير. لو نأخذ هنا علاقة نقول بأن شدة التيار تساوي دلتا كي على دلتا تي. والدليل لو نقول هنا مثلا شدة التيار 3 أمبير
ونأخذ دلتا كي 7 ناقص 4 تساوي 3، دلتا تي 2 ناقص 1 تساوي 1، ونقسم 3 على 1 نجد أن إي 3. لو نلاحظ الآن 2 أمبير 9 ناقص 7 أي دلتا كي 9 ناقص 7 تساوي 2، دلتا تي 3 ناقص 2 تساوي 1. إذا إي اللي تساوي 2 أمبير تساوي دلتا كي على دلتا تي. نفس الشيء بالنسبة للثلاثة، إذا 10 ناقص 9 دلتا كي، 4 ناقص 3 تساوي 1 دلتا تي. إذا دلتا كي على دلتا تي تساوي 1 أمبير، ومن هنا نستنتج العلاقة أن إي تساوي دلتا كي على دلتا تي. وفي حالة دلتا تي صغير جدا نكتب العلاقة إي تساوي دي كي على دي تي. إذا نستعمل هذه العلاقة بين شدة التيار وشحنة المكثفة عندما تكون شدة التيار إي متغيرة، ونستعمل هذه العلاقة بين شدة التيار وشحنة المكثفة عندما تكون شدة التيار في الدارة تكون ثابتة. بالنسبة للوحدات، إذن الخلاصة فيما يخص العلاقات، إذن عندما تكون شدة التيار ثابتة، إذا نقول بأن إي يعني شدة التيار ثابتة تساوي شحنة المكثفة على الزمن. شحنة المكثفة بالكولوم، الزمن بالثانية، وشدة التيار بالأمبير. والحالة الثانية عندما تكون شدة التيار متغيرة، إذا العلاقة إي تساوي دي كي على دي تي. إذا هذا فيما يخص العلاقة بين شدة التيار وشحنة المكثفة، ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله.